مثلا في بلحية رطوبة او حاجة ما تخسرش مني، بس ايه، اديها فرصة ان هي تطرى براحتها. هي هتبان برضو، هتعرفي ان هي استوت ولا لا، لان طبعا هو بقى بيبقى باين البلحية المستوية من البلحة اللي لسه صفرة. اهو الفرق طبعا واضح زي ما انت شايفة كده. اهلا بكم حبايبي، حباب قناة توفير وإعادة تدوير، فيديو جديد ولقاء جديد، يا رب تكونوا بخير. كلنا بنحب البلح، بس علشان البلح يبقى عندي طول السنة، تعالي بقى شوفي انا عملت في البلح ده ايه ويفضل عندي على طول السنة. انا دلوقتي بوريكي البلح قبل ما احط عليه اي حاجة وقبل ما اضيف ليه اي مادة. بسيبه كده في الطبق، بمجرد ما بجيبه يقعد يوم او حاجة، تاني يوم تبص تلاقي البلح طري زي ما انت شايفة كده. اللي انا بعمله ان انا بجيب البلح واحط عليه فوطه كده، احط عليه فوطه المطبخ كده اهو، وابتدي احطه على الترابيزه او احطه في المطبخ. خلاص انا غطيته كده بالفوطه، ولا احطه جوه كيس ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين انا حطيت البلح كده بالمنظر ده. المره دي ولا احط ليه معلقه ولا اي حاجه، بلاش المعلقه لان انا عايزاه الرطوبه دي عايزاها تسوي لي البلح بتاعي. زي ما انت شايفه كده غطيته اهو بالمنظر ده. اجي بقى بعد كده بشيل الفوطه، تبص تلاقي لما تشيل الفوطه خليه مثلا لتاني يوم، تبص تلاقي البلح طري بقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده. كل اللي بيطرى اخده واستخدمه وناكله. طبعا للناس اللي هي ما بتحبش تاكل البلح ايه السماني او الاحمر، ما بتحبش تاكله جامد كده. انا كل اللي انا عملته ان انا هرش عليه ماده، دلوقتي هتشوفيني برش عليه ايه علشان ما يخسرش. انا بس عشان انت طبعا ممكن لما تركنيه كده يقعد فتره كبيره على بال ما يطرى. هتشوفيني دلوقتي هرش عليه ايه، حاجه مش مضره وحاجه مفيده، مفيش اي ضرر منها، كلنا بنستخدمها في الايه في المطبخ. لكن دلوقتي يا جماعه زي ما انا قلت لك الطريقه دي جميله جدا جدا. بصوا اهو انا هبتدي بقى هنقي كل البلح اللي طري وهحطه دلوقتي على جنب، علشان ابتدي اني انا ايه استخدمه. انا هنا بحط النشا في علب البودره بتاعه اللبن، البودره بتاع الاطفال. ببتدي اخد شويه نشا وارشهم على البلح بتاعي. انا طبعا هديله فرصه ان هو يطرى لكن مش عايزاه يخسر النشا ده، علشان لو مثلا في بلحية رطوبة او حاجة ما تخسرش مني، بس ايه، اديها فرصة ان هي تطرى براحتها. هي هتبان برضو، هتعرفي ان هي استوت ولا لا، لان طبعا هو بقى بيبقى باين البلحاية المستوية من البلحة اللي لسه صفرة. اهو الفرق طبعا واضح زي ما انت شايفة كده، فرق كبير وواضح في الصورة اللي قدامك اهي، البلحة واضحة تمام. كل يوم بقى تيجي بعد ما رشيتش عليه النشا ده علشان ما يخسرش مني، اخد اللي هي طريت دي وابتدي اجمعها اهو. هجمعها في الطبق زي ما انتم شايفين كده. يبقى احنا كل المكون اللي احنا استخدمناه هو ايه، هو النشا. طب النشا ده انت حاطاه ليه يا مدام؟ انا حاطاه يا استاذه علشان ما يخسرش منك البلح، يعني تديله فرصه ان هو يطرى بس ما يخسرش، عشان ايه، كل بلحايه ما تخسرش اختها اللي جنبها. تمام. وهتغطيه تاني، هغطيه كده بالفوطه، هاجي بكره الاقي كميه كبيره جدا من البلح طريت واصبح كله طري. الطريقه دي جميله جدا، تحطلوش اضافات ولا تحطي اي مواد تانية عشان ما تخسريش البلح بتاعك. دلوقتي بقى انا حبايبي بعد ما غطيت البلح بالفوطه زي ما انتوا شفتوا، ورشيت عليه كميه من النشا. وانا خلاص قلنا انه كميه النشا دي علشان تحفظ لك البلح ما يخسرش، وفي نفس الوقت هي بتديله فرصه ان هو يطرى براحته خالص. يعني انا لما بغطي بدي فرصه انه الغطا ده بدل ما احطه في كيس، لا انت ممكن تغطيه، والتغطيه دي بتديكي فرصة انه البلح يبدأ يطرى، بدل ما يبقى جامد يبدأ يطرى. جمعت بقى انا كمية، يعني انا عندي كده كمية من البلح زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. هيبقى في كمية كبيرة جدا مستوية وطرية جميلة قوي 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 رطب. هبتدي بقى اني انا اجيب العلب البلاستيك دي يا جماعة فكرة جميلة جدا
بصراحة أنا يعني فكرة الاستخدام بتاعت العلب دي فكرة رائعة، وأنا استخدمتها في أكتر من غرض يعني. طبعا العلب دي ممكن بتجيبيها مثلا بتبقى جاية معاها حلويات، مثلا بسكوتات وكده، العلب الشفافة دي. أو ساعات أنا كنت بشتريها معاها زبدة الصفرة. ما برميهاش طبعا، ما برميش حاجة، ودي إعادة استخدام وإعادة تدوير. فباخد العلبة، بتفرشي بقى تحتيها كده ورقة، وأبدأ أرص البلح بتاعي. خدوا بالكم إن أنتوا هترش معلش، هترصيه بالنشا بتاعه، أنت مش هتغسلي بقى ولا أي حاجة، لأن النشا مش مضر، هو بس بيحافظ كمان ان انت لو حفظتيه سواء في الفريزر او في التلاجة، فهو هيحافظ لك عليه ما يخسرش. لان انت ممكن تستخدمي يعني تشيلي شوية في العلبة وتخليهم في التلاجة، فبدل ما تشيلي في الفريزر لا هتخلي مجموعة في التلاجة من الرطب دي. فكرة حلوة ان انت تبقي رش عليها النشا علشان ما تخسرش من الايه البرودة بتاعة التلاجة، لان معظمنا بيشتكي من الموضوع ده، ان هو لما بيجيب البلح حتى لو ما غسلوش، هو طبيعي ان البلح الرطب ما تغسليهوش، لازم تحطيه كده من غير ما يتغسل عشان ما يخسرش من الميه لو غسلتيه. فانت لو حطيتي عليه كميه النشا دي، حاجه رائعه جميله تحافظ عليه ان هو ما يجرالوش اي حاجه ولا يخسر من الرطوبه والبروده بتاعه التلاجة. خليكي برضو معايا تشوفي هنعمل ايه. اهلا بيكم حبايب قلبي اللي مشرفيني من جديد. دلوقتي انا بعد ما كملت بقى رص البلح، وزي ما قلت انا بنقي البلح الرطبة، يعني هاخد كل الرطب هرصه مع بعضه في العلبة، لاني عايزة العلبة تبقى كلها رطب او كلها مثلا اصفر او كلها بلح احمر لو انتي مستخدمة البلح الاحمر الزغلول. تمام. بعد بقى ما بترصي خدي بالك بقى من الفكرة الجميلة اللي انا هقولك عليها دي. انتي طبعا بتحطي منديل كلينكس كده في وسط البلح، كل رق تحطي بينه وبين الرق التاني منديل كلينكس، او ترشي برضو شوية من النشا، مش هيضر خالص يا جماعة، حاجة مفيدة جدا موضوع النشا ده. هترصي ارش شويه كده وابتدي احط تاني. خدي بالك بقى ان انا بجيب معلقه او اجيب شوكه وابتدي احطها في وسط العلبه قبل ما اقفلها، تبقى في وسط البلح. العلبه اللي هي موجود فيها المعلقه والشوكه دي انا لو حفظته في التلاجة، وطبعا يا جماعة ان هو لما يتحفظ في التلاجة مش هيتحفظ كتير، يعني اقصاها ايه يعني شهر مثلا، شهر وشوية، علشان ايه برضو ممكن ان هو يتغير. لكن بالنسبة للحفظ في الفريزر مش هحتاج اني انا احط معلقة ولا شوكة، هرص كله مع بعضه وابتدي اقفل العلبة واحطها في الفريزر على طول. لكن الفكرة اللي انا بقولك عليها دي لو انت هتحفظيه في التلاجة. اهلا بيكم حبايب قلبي من جديد. دلوقتي انا خلاص بدأت بقى اقفل العلب بتاعتي، سواء العلب اللي هتروح تتحط في التلاجة واللي انا يعني بحط معاها معلقة زي ما اتفقنا، على ان المعلقة دي بتحفظ البلح من الرطوبة. حتى لو انت شايلاه في تلاجة، فموضوع النشا ومعاه موضوع المعلقة ما يخليلكيش البلح يخسر وهو داخل التلاجة. وبدأت برضو أجهز العلب اللي هي رايحة بقى ايه تتشال في الفريزر. كمان حاولت بقى ان انا افرق بين كل نوع لوحده. بدأت احط البلح الجامد اللي هو الاحمر، سواء اللي انا هحفظه في التلاجة، هو انت ممكن تخليه بره التلاجة عادي ما يجراش اي حاجة، لكن لو انت عايزه تحفظيه في الفريزر وهو جامد مفيش مشكله، هو مش هيطلع من الفريزر جامد، ولكن هيطلع مختلف عن البلح اللي هو الرطب، هيبقى يعني في فرق بين الاتنين. بدأت برضو أجهزه وأحطه في العلب، وأجهز كل نوع لوحده زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان انا احفظهم بقى يا اما في الفريزر او في التلاجة زي ما انت شايفه. وبكده طبعا يبقى انا حافظت على كمية البلح عندي اللي جبتها، واستخدمت لها مادة بتحافظ عليها زي ما احنا شفنا مع بعض اللي هي النشا، ده بيحافظ عليها ما تخسرش من الرطوبة، سواء هتخليه بره التلاجة او هتشيليه جوه التلاجة. خلصنا فكرتنا النهاردة والحمد لله حفظنا البلح زي ما انتوا شايفين كده، حفظت كميات كبيرة غير اللي انا مصوراها الحمد لله. ويا ريت الفكرة بتاعت استخدام النشا واستخدام المعلقة في طريقة الحفظ، وقدرت أشرح ليه بستخدم معلقة وليه بستخدم النشا، لأنه طبعا النشا مادة
بتقاوم الرطوبة وتأثيرات الرطوبة. كمان انا حفظت كل نوع لوحده زي ما انتوا شايفين، سواء بقى اللي هيدخل في التلاجة او اللي رايح الفريزر. سواء البلح الاحمر، انا برضو حافظة بلح احمر ولكن ما صورتوش. ان شاء الله اتمنى الفيديو يعجبكم، ويا ريت لو انت مش مشترك في قناتي وعجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بنقدمه في الافكار بتاعتنا. على وعد مني بلقاء جديد وافكار جديدة ان شاء الله، هعوضكم كل التأخير اللي انا اتأخرته. ويا رب يكون الفكرة بتاعت النهاردة عجبتكم، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة وأفكار جديدة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بقدمه، وإلى اللقاء في فيديو آخر.